مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عزيزوفيتش، الوجهة الأولى لعشاق الدوري السعودي ومحبين كرة القدم السعودية. نقدم لكم حلقة جديدة وفيها راح نتكلم عن تحليل ديربي جدة الكبير، وهي مباراة الأهلي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي. وقبل لا نبدأ هذه الحلقة، أتمنى منكم تتابعون حساباتنا على السوشيال ميديا، وبعد ما تشوف هذه الحلقة سوي لايك واشتراك في القناة عشان لا يفوتك محتوانا الجاي. ونبدأ بالحلقة على طول. انتهت مباراة الأهلي والاتحاد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على ملعب الإنماء. سجل أهداف الأهلي إيبانيز وإيفان توني، وسجل أهداف الاتحاد موسى ديابي وكريم بنزيما. بصراحة شفنا ديربي سعودي بأجواء خرافية وصخب جماهيري كبير من الفريقين، خصوصا جمهور الأهلي، وشفنا 4 أهداف في المباراة واستمتعنا فيها كمشاهدين خلف الشاشات. نقدر نقول أن الاتحاد طلع أمام الأهلي بنقطة ثمينة بطعم الفوز تقربه من لقب الدوري بعد خسارة منافسه الهلال أمام النصر، والأهلي خسر بالتعادل لأنه كان متقدم بالنتيجة وكان الأقرب للفوز في المباراة حتى آخر لحظة، وكونه يلعب على أرضه وبين جماهيره، ولكن في الأخير انتهت بالتعادل. بدأ الأهلي بتشكيلة غريبة مكونة من 3-5-2 مع استبعاد البرازيلي إلكسندر والظهير دامس خارج القائمة، وراح أرجع أتكلم عن هذه التشكيلة اللي اعتاد فيها الأهلي على التعثرات. أما الاتحاد بدأ بتشكيلته المعتادة 4-3-3، ولكن وسط غياب أهم العناصر في الفريق وهم رايكوفيتش وميتاي وبرغوين، ومشاركة الإسباني أوناي كلاعب أساسي. شوط أول كان فيه سيطرة أهلاوية وضيع فيه عدة فرص وما استغلها بالشكل المطلوب، وكان فيه تراجع اتحادي وما شكل أي خطورة على مرمى الأهلي، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف. ومع بداية الشوط الثاني إيبانيز يفتتح التسجيل ويسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 51، وبعد عدة دقائق الاتحاد يعود ويسجل هدف التعادل عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 74، ويستمر الأهلي في الضغط، وفي آخر 10 دقائق من المباراة يظهر إيفان توني ويسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 81. وقبل نهاية المباراة يظهر الاتحاد في أوقاته المعتادة ويسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 94، وتنتهي المباراة على هذه النتيجة. لما أجي أقول أن الاتحاد طلع بنقطة ثمينة وتعادل بطعم الفوز أمام الأهلي بسبب ظروف هذه المباراة مع غياب رايكوفيتش وميتاي وبرغوين ومشاركة المحاسنة كحارس أساسي، وفي نص المباراة يخرج الحارس الثاني في الاتحاد بسبب الإصابة، ويشارك الشنقيطي الحارس الثالث في الفريق، والمباراة على أرض الأهلي وبين جمهوره، ومع كل هذه الظروف كويس أن المباراة انتهت بالتعادل لصالح الاتحاد. الأهلي لما يلعب بخطته المعتادة 4-3-3 يقدم مستوى جميل وغالبا يحقق النقاط الثلاث، لأن التشكيلة فيها توازن وكل لاعب يلعب في خانته. أما في الفترة الأخيرة لما مدرب الأهلي غير الخطة وشارك ب2 مهاجمين بتواجد فراس البريكان وتوني أمام الخليج والأخدود والاتحاد، تعادل أمام الخليج وخسر أمام الأخدود وتعادل أمام الاتحاد. وسبب هذه التعثرات هو أن مدرب الأهلي يفرغ وسط الفريق ويلعب أمام خصومه ب4 لاعبين في الوسط ويستغني عن محور 6 في الفريق، وكذا تقل أفضلية الأهلي أمام أي فريق مهما كان. وكان في مثل هذه المباراة يستغني عن واحد من المهاجمين ويلعب بزياد الجهني أو عيد المولد مع كيسيه وفيقة، وتصير الخطة 4-3-3. ومعروف في عالم كرة القدم لما يكون وسطك قوي هذا يعني أنك تقدر تسيطر على مجريات المباراة لصالحك. المقاتل إيبانيز لو لاعبي الأهلي يلعبون بنفس رغبته وروحه وقتاليته في الملعب ما في أي فريق يقدر يوقف الأهلي، وشفنا كيف يدافع عن مرمى الأهلي بكل قتالية وحماس، وإذا تبغاه يصير هداف يسجل لك ما شاء الله عليه. لذلك حصل على نجومية المباراة وهي مستحقة، وأنقذ مدرب الأهلي بسبب تفريغه للوسط، ويكون كل الحمل على دفاع الفريق. فابنهو من أفضل اللاعبين في الضغط العالي على اللاعبين، وكان شايل وسط الاتحاد في هذه المباراة وقدم مباراة كبيرة. وارجعوا شوفوا كيف تسجل هدف الاتحاد الأول ومين بدأ الهجمة. وإذا كان إيبانيز أفضل لاعب في المباراة من طرف الأهلي، فأنا أشوف فابنهو هو أفضل لاعب في الاتحاد في هذه المباراة ويستحق أن يكون رجل المباراة.
قيمة كريم بنزيما وخبرته الكبيرة هي من أعادت الاتحاد لهذه المباراة بعد تسجيل هدف التعادل في آخر الدقائق بالرغم من غيابه في أغلب فترات المباراة. اللي خلى الاتحاد يتفوق على باقي الأندية في هذا الموسم هو وجود دكة بدلاء ناجحة تساعد الفريق، والدليل على كلامي اللي صنع هدف الاتحاد الأول هو البديل صالح الشهري، واللي صنع هدف الاتحاد الثاني البديل عبد الإله العمري. وهذه تحسب لمدرب الاتحاد اللي أعطى الفرصة للاعبين مثل صالح الشهري والعبود والعمري وأوناي وغيرهم من اللاعبين. وكذا خلصنا من تحليل مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وانتظرونا بمشيئة الله بتغطية مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الجاية من دوري روشن بإذن الله. وفي الختام حتى لا يفوتك محتوانا الجاي، أتمنى منك بعد ما تشوف هذه الحلقة تسوي لايك واشتراك في القناة عشان ما تضيع قناتي وتقدر ترجع لها في أي وقت، وتأكد من تفعيل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد في قناتي. في أمان الله.